عملية الانتصار القانونية. ثم الزاوية الثانية نحاول أن نسهل العمل الواقع من خلال المنازعات القضائية التي أثيرت أمام القضاء المغربي بخصوص مبدأ المساواة. لماذا ننطلق من التجربة المغربية؟ لأنه في كثير من الأحيان أحزاب سياسية، جمعيات، مجتمع مدني قد تطالب ببعض الأمور وهي قد تغفل عن ما هو موجود في التشريع المغربي. إذن يجب أن تكون الانطلاقة يجب أن تكون من التشريع الوطني مما حققه المغرب المكتسبات في هذا المجال، على أساس أنه فيما بعد يمكن إما أن نطالب أولا بتحسين هذه المكتسبات ثم ترسيخ مبدأ المساواة، أو نحاول أن نطلب كذلك بتحقيق أمور جديدة، وهو ما سنحاول أن نقف عنده في هذه المداخلة. وإن كان الوقت في الحقيقة لا يتسع لمناقشة هذا المبدأ في حين الزمن الضيق، ولكن على كل حال سنمر على أهم المحطات الأساسية في هذا المجال. إذا ابتدأنا بالنقطة الأساسية الأولى، وهو من زاوية التشريع المغربي بما يخص مبدأ المساواة. هنا لابد أن نشير بأن هناك مصادر متعددة لمبدأ المساواة في المغرب. مصادر أولا مصادر دولية ثم مصادر وطنية، وهي مسألة أساسية وكثير من الجدل في الساحة الحقوقية في المغرب والساحة السياسية كذلك. المغرب دخل مرحلة جديدة، مرحلة تاريخية مفصلية منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي. يمكن أن نقول كانت الانطلاقة الأساسية في تكريس حقوق الإنسان المغربي، وعلى رأسها بطبيعة الحال قضايا حقوق المرأة. وسيتضح هذا المسار من خلال مجموعة من المحطات الأساسية عبر عنها المغرب في مراحل متصلة الحلقات، خاصة حول مبدأ كونية حقوق عالم الإنسان أو كونية وعالم حقوق الإنسان، وهو أول إشارة كانت في خطاب الملك بمناسبة في 1999 بمناسبة الذكرى الأممية بخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. على كل حال هذا الإعلان أو هذا الموقف الذي أبان عنه رئيس الدولة سيتضح وسيتجسد من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات والتدابير. تحدثنا على المصدر الدولي. المصدر الدولي هناك مجموعة من اتفاقيات الدولية، مجموعة من الصكوك الدولية ونسميها كذلك المعايير الدولية في مجال حقوق المرأة بصفة عامة، والتي تتحدث بشكل دقيق حول قضية المساواة. المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وهو في هذا الجانب من الدول الرائدة. أقول من الدول الرائدة لأنه أهمها الاتفاقية الدولية، ما نسميه بالشريعة الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه اتفاقيات صادق عليها المغرب في مرحلة متقدمة. وطبيعة الحال اتفاقية حماية حقوق إلغاء جميع أشكال تمييز المرأة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 1979 تأخر المغرب شيء ما في المصادقة عليها، حيث صدق عليها في 1993 ولم يقم بنشرها في الجريدة الرسمية إلا في بداية 2001. على كل حال هذه المصادقات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لأنها ستكون كذلك مرحلة ونقطة انطلاق نحو الانخراط في اتفاقيات دولية أخرى. أريد أن أقف شيئا مع هذه الاتفاقية لأنها مهمة جدا، وهي بالإضافة إلى اتفاقيات ذات الطابع العام، هذه اتفاقية خصوصية تنص حقوق المرأة بشكل مباشر وتنص على مبدأ المساواة في جميع مراحل الحياة، في كل مراحل الحياة، يعني في الجانب السياسي، في الجانب المدني، في الجانب الثقافي، في الجانب الاجتماعي، في التربية، في الصحة. كل هذه الأمور توقف عندها اتفاقية بشكل دقيق، ولذلك اتفاقية السيطار، مسمية اتفاقية السيطار، هي اتفاقية أساسية لأنها حملت مجموعة من المبادئ الأساسية والتي طبيعة الحال المجتمع المغربي سيقف منها موقفا
لا أقول رافضا، ولكن في بعض المقتضيات متخوفا وسنعود إلى هذا. عندما صدق المغرب عن الاتفاقية، أول خطوة قام بها وهو مسألة التحفظات. قام بوضع مجموعة من التحفظات بحكم أن بعض المقتضيات التي جاءت في هذه الاتفاقية قد تخالف بعض المبادئ الثابتة في التشريع المغربي والتي تستمد مصدرها من الشريعة الإسلامية، وهناك بعض البوادر التي حظيت بهذا التحفظ على سبيل المثال مبدأ المساواة فيما يخص تولي العرش. المغرب تحفظ على هذا البند. هناك مساواة تحفظ مبدأ آخر، مبدأ المساواة في منح الجنسية بين الرجل والمرأة. المغرب تحفظ حول هذا البند، ولكن في وقت لاحق سيقوم برفع هذا التحفظ نظرا لأن وقع تعديل لقانون الجنسية في المغرب. وهناك بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بمبدأ المساواة سواء في العلاقات الزوجية، في توقيع الطلاق إلى آخره. إذا المغرب كل ما له علاقة بالإسلام مباشرة تخوف منه وقام بهذه التحفظات. طبعا الحال هذه التحفظات لا تنقص كثيرا، ولو أن هناك بعض الجمعيات التي قالت بأن التحفظات فيها إفراغ لمحتوى هذه الاتفاقية، ولكن بالمقارنة مع اتفاقيات أخرى التي يتحفظ عليها المغرب، اتفاقية السداد تعد استثناء. بعد التحفظات المغرب مطالب بحكم هذه الاتفاقية الوفاء بالتزاماته وتقديم تقارير دولية. فعلا قدم تقارير دولية الساعة 4 تقارير، ومن المفروض كان عليه أن يقدم التقرير الخامس والسادس في السنة الماضية في نهاية 2014 ولم يفعل بعد ذلك. هذه التقارير الدولية حظيت بتعليق للجنة حقوق المرأة ووجهت إلى المغرب بعد مناقشة التقرير مع الوفد الحكومي مجموعة من الملاحظات بطبيعة الحال ترسم بعض جوانب إيجابية، ولكن كذلك تضع اليد حول بعض النقائص وبعض الثغرات في التشريع المغربي وعلى رأسها مبدأ المساواة. اللجنة اعتبرت بأن تعريف مبدأ المساواة كما هو منصوص عليه في الاتفاقية غير المنصوص عليه في الدستور المغربي ولا في التشريع المغربي، وبالتالي تطالب من الحكومة المغربية أن تعمل على تلافي هذا النقص وأن تدرج وتدمج المنظور الأممي للمساواة في التشريع المغربي.